ده؟ اهلا وسهلا بيكم في الحلقه الرابعه من برنامج ايه ده. الاغنيه اللي فاتت اغنيه اسمه نصيب بتاع تامر حسني. الاغنيه بتتكلم عن جمال النهايات والاخلاق في النهايات وحلاوه عارفه لما ترتبطي بواحد ويبقى بجد لارج. خلونا نمشي واحده واحده. بدأ الأغنية بأيوة كل واحد فينا راح وعاش حب جديد، بس لسه الخير مالينا وكل شيء اسمه نصيب. احنا لحد هنا احنا فينا خير، احنا أولاد ناس لحد هذه اللحظة. يا بختك باللي كنت معاه وأتمنى ليكي حياة سعيدة، تتمني ليا حياة سعيدة. يا ريت اللي يشوفها يسألها عاملة إيه، ويا ريت يطمن خوفها. مش هقول كان بينا إيه. ازيك يا محمد، عامل إيه الأخبار؟ كله تمام. والنبي لما تشوفها قول لها عاملة إيه. أنا مش هقول كان بينا إيه. طب ما أنت كده قلت لمحمد كان بينكوا إيه. هل ده تهديد؟ هل ده تهديد ضمني؟ طب محمد ده ما كانش يعرف. انا دلوقتي عايز انا كمحمد انا عايز اعرف كان بينكم ايه. هذا الكوبليه بيتكرر تاني يعني تاني. يا ريت اللي يشوفها يسالها عامله ايه، ويا ريت يطمن بقى خوفها. مش هقول كان بين اصلا كونها خايفه ده يدل ان انت مش تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما انت يا جماعه ما كانش في بينا حاجه. ما تقولوش بقى كان انا مش هقول. انا هفضل قاعد ساكت. والله العظيم الاغنيه دي فيها انا مش عارف الاغنيه دي عدت ازاي. الكوبليه اللي بعديه بيقول ايه؟ ركزوا معايا. قولوا لها اللي كان بينا ما يخليهاش تشوفني تبص بعيد. اي واحده ممكن تضعف قدام حبيبها، ده شيء اكيد. بس مش هقول كان بينا ايه. اهم حاجه ان انا مش هقول كان بينا ايه. بص يا محمد، لما تشوفها اسالها عامله ايه وطمن خوفها. انا مش هقول كان بينا ايه. وبالمره محمد تعال، انت رايح فين؟ بص قول لها يعني اللي كان ما بيننا ما يخليهاش تبص بعيد لما تشوفني. ما فيهاش حاجه لما واحده تضعف قدام حبيبها، اكيد هتضعف قدام. ولا ايه يا محمد؟ ايه رايك انت؟ بس انا مش هقول كان بيننا ايه. محمد اوعى تضغط عليا، انا مش هقول. يا معلم انت بتهددها، ده تهديد. ايه شغل اللقم ايه الصفار اللي انت فيه ده؟ نكمل. وانا اكتر واحد عارف من جواها ملاك قلبه رقيق، واللي كان بينا فعلا ذكريات احساس بريء. احنا اللي حصل ما بيننا حصل، لكن ناتج عن ايه؟ في سياق الدراما، في سياق الاحساس البريء. فما فيهاش حاجه يا محمد. ولا فيها حاجه؟ محمد اللي انا مش هقول لك كان بينا ايه، اللي لما هي ضعفت قدام حبيبها ده شيء اكيد احساس بريء. يا محمد فيها حاجه؟ محمد انت عارف انا بتكلم على ايه؟ محمد طبعا قاعد اللي هو ايه يعني الجمل دي عامله زي ايه؟ ما اكون بقول لك ايه، انا بحبك بس انت ابن كلب. هنا بقى بنيجي نتكلم على الكارما وقد ايه انا مقتنع بالكارما وانا ما عنديش مشاكل في حاجه. بنقول ايه؟ حتى انا ايوه اللي بعدك حبيتها، بس مش هقول برضو كان بيحصل بينا. ولو انا في حبها مش اول حب في حياتها، اهي دايره وبتدور علينا كلنا. عايز اسال سؤال صغير. هل احنا واعيين احنا بنقول ايه؟ اللي كتب الاغنيه دي عايز يقول ايه؟ عايز يقول ايه؟ ايوه انا في حبها مش اول حب في حياتها، ودايره بقى هي دايره وبتدور. اللي انا عملته فيكي حد غيره عمله في حبيبتي، واللي حبيبتي عملته فيا حد غيري عمله فيا. بس انا مش هقول كان بينا ايه. مش هقول. انا مش هقول ومش هلمح. محمد انت فاهم حاجه يا محمد؟ اكيد مش فاهم صح؟ نيجي بقى للكونكلوجن بقى. انا عايز اقول حكمه. ما احنا خدنا حاجات كتير ما كانتش اصلا حقنا. يا ريت اللي يشوفها يسالها عامله ايه ويطمن خوفها. مش هقول كان بينا. والله العظيم دي نهايه الاغنيه. ما احنا خدنا حاجات كتير ما كانتش اصلا حقنا. طب خدتها ليه؟ وبتاخدها دلوقتي مع اللي معاك ليه؟ ودايره بتدور علينا ما هي مش حقك. هي انت عايزها تبص في خلقتك ليه لما تشوفك؟ خلينا نتوقف وقفه. الاغنيه دي بجد والله انا بشوفها في الواقع بتاعنا. ايه ده؟ ايه ده؟ سايبين نصور كده؟ انا شايفها في الواقع بتاعنا بشكل كبير جدا. اتنين كانوا بيحبوا بعض، ايا كان نوع الحب اللي ما بينهم، يسيبوا بعض، يحصل فجر في السيبان بشكل مش طبيعي. تبقى البنت قاعده خايفه جدا والولد عامل مستشيخ. لما تشوفوها انا مش هتكلم، انا ابن ناس، انا ما اتكلمش عليها. بس بص محمد مش هقول كان بينا يا محمد. انا بنت قلبي اللي معايا دي اكيد هي دايره وبتدور علينا. فانا اللي ارضاها على اختي ما ارضاهوش على امي ايه ده؟ اما تسكت. النهايات اخلاق. سبتوا بعض قول كانت بنت حلال واسكت. ايه ده؟ ايه ده؟ محمد ماله كان بينا ايه؟ وهي خايفه ليه؟ ما هي لو مع واحد محترم وابن ناس مش هتبقى خايفه. انا اقول لك بقى خايفه ليه يا معلم؟ عشان احنا من الاول في مجتمع بيكيل بمكيالين. يعني ايه؟ يعني البنت غلطت والله ده شرفنا، ده غلطت، ده شرفها، ده ازاي، دي نهايه الكوكب، ده احنا نمسكها نقتلها. ده في بلدان معينه في مصر في حتت معينه بيقتلوا البنت اللي تغلط، ما لهاش ديه اساسا. لكن الولد غلط لا والله ما فيهاش حاجه. شاب ايه المشكله؟ شاب وغلط، المهم ما يقولش عمل ايه مع البنت. لكن هو لو ما غلطتش دلوقتي حبيبي تغلط امتى؟ انت شاب. لما تكبر يبقى مع ان الذنب عند ربنا الاثنين واحد، الاثنين بيتساووا. لكن لا، عندنا احنا بنكيل بمكيال. البنت تغلط وبناء على الكلام ده اتكتب كونسبت اغنيه كامله وعدت علينا كلنا ما حدش خد باله منها غير العبد لله اللي عمل برنامج اسمه ايه ده. اوعى تفتكر ان انا بزايد عليك، لكن انا بصراحه بزايد لان انا الوحيد اللي خدت بالي.
اوبفيس. وزي ما قلت لكم كونسبت اغنيه كامل اتكتب على فكره ان انا شاب بقابل اصحابي بقول لها ما تخافش مش هقول كان بينا ايه، مع ان المفروض انت كمان تخاف زيها. ما انت الغلط 50-50. لا والله هي 100 وانا زيرو، انا الولد الله في ايه. ومع الاغاني الجديده اللي عماله تنزل انا بقترح مهنه صغيره حتى هتقضي على البطاله. يا رب انا جاي احل مشاكل الكوكب، بقضي على البطاله وبقضي على الثقافه الغلط. هو انا جاي اعمل ايه؟ المهنه الجديده هي مهنه مدقق اغاني. قبل ما اي مطرب تجي له اغنيه تعدي على واحد بيفهم يقرا الكلمات، والله ده تمام، لا والله ده ثقافه، ده لوجيك، باللوجيك ده غلط. اتفرجوا على ال3 حلقات اللي فاتت، ده غلط لوجيك ما يمشيش على المخ حضرتك، ما تغنيهاش، ويروح ساحبها من المغني مرجعها للمؤلف تاني. وده حبايبي كان الجزء برضو الهادف من برنامج ايه ده، لان ما حدش يطلع يقول ان احنا طالعين بنتكلم، لا انا عندي هدف، انا صاحب رساله. شفت الرساله؟ جات لك الرساله؟ او تدي نفسك فرصه تفهم الرساله هتوصل لك الرساله يا فندم. وبناء عليه احب انصحك تتفرج على ال3 حلقات اللي فاتوا وتعمل شير وسبسكرايب والحاجات الحلوه اللي بتتعمل علشان تشوف الحلقات اللي جايه. ما عجبكش ايه ده في برنامج فضفضه، ما عجبكش فضفضه اقفل الصفحه بتاعتي واتفرج على حلقه اتفضل.